السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بعض المشتريات اللي انا اشتريتها من الكريستال، وايه هي الالوان الجديدة اللي نازلة من الكريستال بمناسبة حلول شهر رمضان، وبمناسبة ان احنا هنعمل سبح بقى ان شاء الله عشان الشهر الكريم. ففي مجموعة الوان جديدة نزلت، او يعني كانت موجودة جديدة من الكريستال. زي اللون اللي هو عامل زي ما يكون يعني درجة من درجات الزيتي. اللون ده برضو درجة جديدة ولون حلو جدا برضو. في لون كمان اللون اللي هو يعني بيج او الشكل ده كده عامل زي ما يكون ذهبي جنجاه كده، حلو جدا. برضو دون يعني لون جديد من الكريستال، مقاس 10. طبعا الالوان التانية كلها احنا عارفينها، اللي هي في برضو اللون البني اللي هو البني الغامق ده برضو يعتبر برضو درجة جديدة موجودة، يعني كانت موجودة قبل كده بس هي موجودة دلوقتي بمناسبة حلول شهر رمضان، لان في الوان كتيرة نازلة من الكريستال، منزلين كل الالوان من الكريستال. في كمان لون تاني اللي هو عامل زي اللون الرصاصي، او اللون اللي هو يعني رصاصي كده على فضي جنجاه بالشكل ده كده، برضو شكله حلو جدا وشيك. دي كلها الوان جديده ممكن ان احنا نعملها سبح. في برضو اللون اللي هو التركواز، ده اللون اللي هو التركواز برضو لونه حلو جدا وشيك. دي كلها برضو ليه مقاس 10 عشان نعمل السبح بقى بمناسبه شهر رمضان، ده طبعا الموسم بتاع السبح. في برضو اللون ده اللي هو برضو السماوي جنجاه، درجه حلوه جدا برضو. في برضو لون تاني اللي هو لون او درجة من درجات الاخضر او الزيتي، ده اخضر فاتح حلو برضو جدا، ولما اتعمل سبحة تبقى حلوة جدا. ده لون اخضر حلو، اللون الاخضر ده برضو درجة من درجات اللون الاخضر. في برضو عندنا كمان اللي هو درجة تانية من درجات الاخضر اللي هو بالشكل ده كده، ده درجة تانية برضو اخضر. طبعا في درجات اللون الواحد بقى في درجات منه كتيرة. طبعا جبت برضو اللون اللي هو الاحمر برضو جميل قوي، الاحمر وشيك، واحنا ممكن نعمل منه السبحه الملونه، او ممكن نعمل منه السبحه اللي هي الحمراء، بتبقى شكلها حلو جدا برضو، بتعجب ناس كتير. بالنسبه لاسعار الكريستال، طبعا اسعار الكريستال رفعت، والفرع عامل 12.5 طبعا ده مع الكميه، وبيتباع ب 13 وب 14 من غير الكميه، والكميه بتبدا من 10 فروع. في الوان تانية برضو احنا جبناها، انا جبتها برضو اللي هو اللون الابيض الجنجاه، ده مقاس 10. جبت اللون اللي هو العسلي، ده لون عسلي برضو من المقاس 10 برضو. الالوان دي كلها عشان نعملها بقى ان شاء الله سباح. طبعا جبنا اللون الاسود، طبعا ده ملك الالوان، اللون الاسود لازم يكون موجود، وكل الطلبيات بتبقى عايزين اللون الاسود بكميه كبيره فيها. جبت كمان اللون اللي انا وريته لكم برضو، بقى درجه من درجات الزيتي الغامق، درجه تانية من درجات الزيتي غير الدرجه اللي هي الفاتحه دي درجه ودي درجه، يعني ده غامق وده فاتح، ده غامق وده فاتح. طبعا في دي درجه ودي درجه تانية خالص، لكن الاتنين يعني يعتبروا من الالوان اللي هو الاخضر، او يعني الزيتي، يعني ممكن نقول عليه اخضر او زيتي. في اللون اللي هو السماوي، اللون السماوي ده برضو حلو، اللون ده لون سماوي جنجاه، برضو لما بنعمله سبحة بيبقى شكله حلو جدا وشيك. في الوان تانية بقى زي اللي هو اللون الكحلي، برضو اللون الكحلي ده حلو جدا، وبيكون عليه طلب كبير، اللون الكحلي محبوب، فاحنا طبعا لازم نكتر من اللون الكحلي ومن اللون الاسود، وطبعا اللون الابيض الجنجاه، او الابيض اللي هو ساده. الاتنين دول حلوين برضو في سبحة، وبتبقى الوان اساسيه موجوده معانا في الدست اللي احنا هنعملها في السبحة اللي هي ال33. ده بالنسبه للانواع اللي انا جبتها. فانا جبت كل الالوان من مقاس 10 تقريبا، كل الالوان اللي انا لقيتها قدامي جبتها. وجبنا شويه من الفواصل، جبت شويه من الفواصل برضو، زي الفاصل اللي هو الشكل ده فاصل برضو اللي هو الورده اللي احنا بنحطه فيه السبحه، ونحط ما بينها الالماظه، ده شكل الورده.
برضو شكله حلو جدا وشيك، واحنا بنحطها في السبحة وبنحط ما بينها الألمظة، شكلها حلو برضو. ده اللي هي الوردة. جبت شوية برضو من الفاصل ده، شوية من الفاصل ده، وجبت كمان شوية من الفاصل برضو شكل وردة تاني الشكل ده. برضو احنا بنستخدمه في السبحة ال33 ان احنا بنحط 2 ونحط ما بينهم الألمظة. ده شكل تاني برضو اللي هو الوردة. في برضو الفاصل ده اللي هو يعني عامل زي الكورة كده او مدور بالشكل ده كده. ده برضو بيبقى حلو برضو في السبحة، ان احنا نحط برضو هنا بعد كل 33 بنحط فاصل، برضو شكله حلو. في برضو عندنا جبت اللي هو الفاصل المربع، الفاصل المربع اللي هو ده برضو حلو جدا، ولما احنا بنحطه في السبحة بيبقى منظره قيم وشكله شيك في السبحة. فطبعا الفاصل ده هو كل ما بيخلص انا بقرره ان هو بصراحة بيدي منظر حلو جدا وشيك للسبحة. ده اللي هو الشكل المربع ده. في برضو عندنا كمان دي بعض المعادن اللي انا جبتها كلها فواصل للسبحة. في اللي هو الشكل اللي هو الخمسة وخمسة ده عشان هنعمله فيه الشرشوبة. ده برضو شكل منه، ده الشكل كده اللي هو الخمسة وخمسة. احنا برضو بنعمله يبقى شكله حلو جدا في الشرشوبة، بحيث ان احنا نعمل الشرشوبة كده ونحط تحت الخمسة وخمسة دي، تدي شكل قيم برضو شيك للشرشوبة. دي بعض المعادن اللي انا جبتها برضو كلها معادن برضو تنفع للسبحة وشغل السبحة. تمام. دي بالنسبة للألوان اللي أنا جبتها جديدة لشغل السبح. وفي كمان عندنا جبنا الواير، برضو الواير بقرة الواير عاملة 12.5. ده بالنسبة للأسعار، بقرة الواير عاملة 12.5. وكيلو المعدن عامل 380، كيلو المعدن عامل 380. واحنا جبنا كل الانواع او كل الالوان من الكريستال، سواء كان الجونجا الالوان العاديه او الالوان الغاليه اللي انا جبتها، اللي هو الشكل ده. ده يعتبر من الالوان الغاليه. واللون الاحمر، اللون الاحمر كمان ده ب 16 جنيه الواحد، او الفرع ب 16 جنيه. لكن التاني اللي هو الالوان التانية دي كلها الفرع منها ب 12.5، كلها ب 12.5 الالوان دي. فهي كلها الوان جميله جدا. احنا لو احنا استخدمناها في ان احنا نعمل سبح برضه شكلها شيك وقيم. ويعني بنشكل بنجيب كده اللي هي الجونجا وبنجيب الساده، بحيث ان احنا يكون عندنا اللي هو الشكل الدرجه اللي فيها لمعه، والدرجه اللي هي المط او المطفيه شويه زي الشكل ده كده. ده مش جونجا، ده اللي هو عسلي، عسلي كده ساده كده شكله حلو برضه. وفي برضه اللون البني ده درجة تانية من درجات البني، ده يعتبر بني بقى غامق شوية. لكن اللون التاني اللي هو ده اللي هو اللون العسلي، دي درجة تانية برضو، دي درجة ودي درجة. واحنا قلنا برضو في الاخضر برضو ده درجة وده درجة. وعندنا برضو اللون اللي هو الزيتي ده، او درجة كده من درجات اللون الزيتي، حلو برضو جميل وشكله جديد اللون ده. كل الانواع دي. وفي برضو اللون الكحلي كمان. كل الالوان دي الفرع ب 12.5. والالوان اللي انا قلت لكم عليها اللي هو اللون الاحمر واللون اللي هو ذهبي كده جونجون، ده ب 16 جنيه. واحنا قلنا الفواصل اللي انا جبتها دي والمعادن دي الكيلو ب 380. وجبت برضو مجموعه من الواير الفضي، برضو البقره عامله 12.5. دي كانت بعض المنشطات اللي انا اشتريتها من الكريستال مقاس 10. ده بمناسبة شهر رمضان ان شاء الله هنعمل السبح ال33 والسبح ال99. فجبت شوية الوان لل33 وبرضو شكلت الوان تانية لل99. يا رب يكون الاشكال والالوان النهاردة من الكريستال عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو اول مرة تتفرجوا على القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.